السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل تحليل تداعيات وفاة العقيد التونسي وما أفرزت عليه من إظهار التناقضات وإظهار النقص الذي تعاني منه المؤسسات الجزائرية والاختلال الذي ينخر هذه المؤسسات من الداخل بشكل يعرضها إلى الكثير من الاهتزازات. كما ناقشنا المرة الأخيرة مسألة وجود أزمة في منطق الخلاف بين إطارات الدولة ولجوءهم إلى منطق العنف في تصفية حساباتهم وفي أسلوب الحوار اللا حضاري اللي يوصل لنتيجة الاغتيال. ناقشنا أيضا مسألة غياب بعض المؤسسات المعنية بالرقابة على تطبيق القانون والرقابة على متابعة الملفات الكبرى في الدولة الجزائرية، وتطرقنا إلى مدى غياب مؤسسة العدالة ممثلة في وزارة العدل وهياكلها من محاكم ومجالس قضائية وقضاة ووكلاء جمهورية و يعني كل المعنيين بهذه المؤسسة وحتى الأعوان القضائيين، وغيابهم في دور العطاء لهذه الأمة. المعروف أن الحقوقيين في كل بلد هم أول المدافعين عن حقوق الإنسان، وهم أول المدافعين على حقوق المواطن البسيط، وهم أول المنددين بأي تعدي على الحقوق والحريات المضمونة والمحمية دستوريا، بالإضافة إلى القانون أو القوانين الأخرى التي تحمي الحريات والممتلكات والأرواح. في غياب دور هذا الناس، في غياب دور مؤسسة كبيرة وضخمة تمتع بهياكل كبيرة وضخمة في معالجة أو لعب دور الريادة في معالجة ملفات الفساد والانحراف عموما، تظهر هذه التصرفات اللي هي ردة فعل لمنطق في غياب القانون فأنا من يسير أو من يطبق القانون. هذا يفرز كما عالجناها في أحد المرات أزمة ثقة ما بين المؤسسات في حد ذاتها، وأزمة ثقة ما بين الأفراد والمؤسسات. هذا الثقة أو أزمة الثقة ناتجة على ما تعانيه هذه المؤسسات في سمعتها من معاني الفساد. فمن خلال الاطلاع على بعض الصحف ومن خلال معاينة الواقع في هذه المؤسسات ومن خلال القيام بجولة في المحاكم ومجالس القضائية، سنلاحظ أن هناك مناخ توتر في معالجة الملفات ومناخ ضغط في التعامل مع المواطنين ومناخ فيه نوع من الحجرة في التعاطي مع ملفات المتقاضين، فيه نوع من الأسلوب العنف واللا احترام ما بين الأعوان القضائيين والقضاة، فيه غياب لسلطة القانون في التعامل القاضي نفسه مع ملفات المواطنين، وبعض القضاة ربما سجلت عليهم ملفات رشوة وسجلت عليهم تجاوزات ربما لو صرح بها أهلها في وقتها الحين الحاضر لكانت
ربما ملفات أسخن من الملفات التي تعالج في الوقت الحاضر. لماذا التساؤل اللي نطرحه، لماذا تحريك ملف الفساد في هذا الوقت؟ يعني معروف أنه الرشوة وسوء التسيير وانحراف مسار أو تحويل مسار الأموال العمومية يعني مسألة معروفة في مراحل تاريخ الدولة الجزائرية المعاصرة، بداية من 62 إلى أحداث 26 مليار المعروفة في 89 وما أعقبها من انحرافات في العشرية الدامية إلى الوصول إلى الوقت الحاضر. فغياب مؤسسة قضائية نزيهة وغياب قضاة نزهة وغياب استقلالية في التصرف وغياب ثقافة قانونية كافية للقاضي تؤهله لمعالجة الملفات بطريقة نزيهة، وعدم المزايدة مع أصحاب القضايا، حول من هيئة القضاء من هيئة يلتجأ إليها في حالة النزاع لفض النزاعات بشكل عادل إلى هيئة يلجأ من طرفها لبعض الناس للمساومة ناس واحد آخرين. وهذا شيء خطير وخطير جدا. فإذا كانت العدالة كمؤسسة تستعمل للضغط على الناس، وإذا كانت العدالة تفقد فيها الثقة إلى درجة أن الناس حين يبلغوهم باللي راح يعرضوهم على العدالة تفقد عقولها وتنتابها موجة من الهلع والجنون، فهنا من باب أولى أن العقلاء في هذا البلد يوضعوا نقطة نظام ويعيدوا التفكير في واقع الجزائر. يعني الحقيقة هذه الأجيال اللي راهي جاية وهذا الشباب اللي عندهم طموحات ضخمة وهذه الطاقات المتوفرة في البلاد وهذه القدرات والموارد البشرية والمادية المتوفرة في هذا البلاد، وش راح يكون مصيرها لو ما تكونش هناك مؤسسة تحمي القانون ومؤسسة تحمي الحقوق ومؤسسة تحمي الأرواح ومؤسسة تحمي تطبيق القانون وتأكد وتجسد تطبيق مبدأ دولة القانون، وأن القانون فوق الجميع في ظل النزاهة والشفافية والمصداقية. وفقنا الله لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله، ونأمل أن نجد يوما إجابة لهذه التساؤلات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.